الكل شكك وكل جماهير النادي الاهلي شككت في قدرات هذا اللاعب، ولكن موسيماني اكد على قدراته. بيرسي تاو مطلوب في الدوري الانجليزي. هكلمكم في موضوع بيرسي تاو وهكلمكم في عوده نجم النادي الاهلي من الاعاره بطلب من كولر، وطبعا حقيقه تعاقد النادي الاهلي مع صخر الدفاع اتحاد العاصمه الجزائري. ولكن قبل ما ادخل على حلقتنا، فضلا وليس امر، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بيرسي تاو الكل شكك في قدراته. بيرسي تاو الكل قال لاعب عادي. بيرسي تاو الكل قال النادي الاهلي كبير عليه، ولكن الكل كان بيقول كده بسبب الاصابات اللي بتحصل له. لعيبه النادي الاهلي لما يكون عليها ضغط ويحصل اصابه، الجماهير، انا شخصيا مش برحم. انا كاهلاوي مش برحم ان اللاعب يبقى مثلا يتصاب او ما يتصابش. الاصابات دي بتاعت ربنا، ولكن ان انا اخسر واللاعب بيأثر، لا. اعمل اللي عليك وبعد كده الباقي على ربنا. بيرسي تاو الكل شكك في قدراته بسبب اصاباته الكتيره، اصاباته المتكرره. كان يقعد شهر في الاصابه، يرجع يلعب، اول مباراه يلعبها يتصاب. الكل قال ده اصابه مزمنه، ولكن بعد اصابته في مباراه غزل المحله، مارسيل كولر قال لك اللاعب ده يتاهل لي من جديد ويعمل فتره اعداد من جديد. فتره اعداد من جديد عشان خاطر بيرسي تاو محتاج تاهيل وراحه في نفس الوقت، مش مجرد ما يرجع من الاصابه ينزل يلعب. طبعا بيرينلي الانجليزي مع اقترابهم للعوده للدوري الانجليزي يطلب الحصول على خدمات بيرسي تاو، ومارسيل كولر تمسك باللاعب بشده الا اذا اللاعب رحب بالعوده للدوري الانجليزي. وطبعا اللاعب كان بيرسي تاو كان لاعب سابق في بيرينلي الانجليزي، واكيد اللاعب هيبقى نفسه يحترف طبعا في الخارج في الدوري الانجليزي لما الفرقه ترجع للدوري الانجليزي طبعا، ويبقى حاجه اي حد يتمنى اللعب في الدوري الانجليزي. ولكن هل مارسيل كولر هيتمسك باللاعب والاهلي هيقدر يعدل عقد اللاعب بالمبلغ اللي هيطلبه؟ الله اعلم. صن داونز طبعا دخل في الصفقه، ولكن انا بستبعد وجود بيرسي تاو في جنوب افريقيا تاني، لاما يحترف بره في الدوري الانجليزي، لاما يكمل في النادي الاهلي. حقيقه عوده لاعب الاهلي المعار لفيوتشر كريم نيدفيد هي مش حقيقه. مارسيل كولر طلب الحصول او طلب عوده كريم نيدفيد من الاعاره بسبب امكانيات اللاعب. ومارسيل كولر قال في تصريح كده ان كريم نيدفيد من اللعيبه اللي بتلعب مركز 8 ومركز 10 مرتاح جدا. ومارسيل كولر من نوعيه المدربين اللي بيحب اللاعب يكون ديفندر وفي نفس الوقت يقدر يكمل في الهجوم، مش مشكله، يقدر يصوب، مش مشكله، يكون عنده موهبه في حته ان الكره تبقى تحت رجله ويقدر يعمل دريبلينج بيها زي اليو ديانج اللي مستواه نزل. وطبعا اللي يقدر يعوض مكانه كريم نيدفيد، مع احترامي لامكانيات اليو ديانج وكريم نيدفيد، ولكن الميزه الفوتورك اللي بيعمله اليو ديانج بيعمله كريم نيدفيد، وبيقدر يكمل في دور صانع الالعاب اللي هو كريم نيدفيد. فمارسيل كولر طلب من اداره النادي الاهلي عوده كريم نيدفيد الموسم اللي جاي، وان شاء الله كريم نيدفيد هيعود للنادي الاهلي الموسم اللي جاي. الاهلي وصحف جزائريه اتكلمت عن حقيقه تعاقد النادي الاهلي مع صخر الدفاع اتحاد العاصمه الجزائري، وهو زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد لاعب عنده 24 سنه، صخر الدفاع اتحاد العاصمه الجزائري، مدافع قوي جدا، مدافع كوير ان هو بيقدر يبني الهجمه من تحت زي محمد عبد المنعم، زي محمود متولي. لاعب لسه صغير، لاعب اصاباته قليله. طبعا التقرير اللي هو نزل عن اللاعب اخر اصابه اتصابها من حوالي سنه ونص، كان الخلفيه بس من حوالي سنه ونص. طبعا ربنا يحميه طبعا اكيد من الاصابات. ولكن النادي الاهلي وصحف جزائريه اتكلمت عن الصفقه، ولكن النادي الاهلي نفى الكلام ده. هل الكلام ده فعلا صح والنادي الاهلي بينفي لحد ما يخلص في الصفقه، ولا فعلا النادي الاهلي بينفي ان مفيش وجود لموضوع صفقه زين الدين بالعيد؟ نتمنى النادي الاهلي الفتره اللي جايه يحاول يخلص في كام صفقه في الدفاع، صفقه في الباك ليفت، صفقه في الديفندرات، طبعا مع احترامي بقى لوجود مروان عطيه وعمرو السوليه وحمدي فتحي. طبعا الو ديانج اكيد هيمشي، ولكن عمرو السوليه برضو اصاباته ممكن تقول لك كل شهرين او كل 5-6 ماتشات ممكن يتصاب،
كل 6 7 ماتشات ممكن يتصاب، فنعمل حسابنا في كريم نيدفيد يكون موجود، صانع العاب مع احمد القندوسي ومع محمد مجدي قفشه يكون موجود، وان شاء الله اللي جاي احسن، وصفقه المهاجم باذن الله تكون تمت ان شاء الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك. ولسه ما اشتركش في القناه فضلا وليس امر اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل كل الناس. سلام عليكم.